الحقنا يا منير، جزمة ميسي اتسرقت. دي الجملة اللي صرخ بيها في وداني اللي بيتصل وبيكلمني من بلاد كاس العالم. وعشان أنا راجل كروي كروي يعني بفهم في الكورة وبحبها، مش عشان أنا شبهها. علشان كده وكمان أنا ما أقدرش أتأخر عن الأسطورة الأرجنتينية، سافرت مباشرة لبلاد كاس العالم علشان أحل اللغز وأعرف مين اللي سرق جزمة ميسي. ويلا بينا. أنا هتجنن يا منير، جزمتي اتسرقت ومش بعرف ألعب غير بالجزمة دي. هي تميمة الحظ بالنسبة لي. اوصف لي ملابسات الحادثة بالظبط، يعني انت صحيت الصبح رحت فين، كنت فين في وقت سرقة الجزمة؟ أنا دايما بفطر في الفندق مع زمايلي، لكن النهاردة بالذات لقيت كارت عن مطعم جديد فتح جنب الفندق بيبيع طعمية، وأنا بصراحة بضعف قدام الطعمية جدا. يعني رحت تفطر بره الفندق طعمية، ولما رجعت ما لقيتش الجزمة بتاعتك في الغرفة، صح كده؟ أيوة بالظبط كده. ده المشكلة كمان إني لما رحت ما لقيتش في مطعم ولا حاجة. وعلى كده اسمه ايه المطعم ده؟ كاميرا واوا، كاميرا واوا للطعمية الملهلبة واوا. وطبعا انت ضعفت قدام الاسم ده لانه عامل لك سحر وشهرة كبيرة. عموما يا اسطورة هدي نفسك وانا هعرف مين اللي سرق الجزمة بتاعتك. امبابي الدبابة الفرنسية التي لا تقهر، عامل ايه يا نجم؟ كومون سافا منير، جاي عشان ايه؟ عشان تحقق في جزمة ميسي؟ لا طبعا يا عم امبابي، تقدر تقول اني جاي اتفرج عليك يا اسطورة، وبالمرة احقق في موضوع جزمة ميسي. انا مش ميكانيسيو منير، يعني انا مش ميكانيكي، انا اسطورة فرنسا ليجن، وكمان نينجا تيرتلز. يعني خد بالك، بلعات، رشدان، بيتزا كمان. اكيد طبعا يا نينجا، انا بس بدردش معاك وممكن في الاخر اخد معاك صورة كده. سيفو بلي منير، انا محدش يقدر يضحك عليا، مع اني جونين با ميسي، لكن ما اقدرش اخد جزمته عشان هي مش على مقاسي. طيب تتخيل مين ممكن يكون ليه مصلحة في سرقة جزمة ميسي؟ البرغوث الارجنتيني له اعداء كتير، ولو حد ليه مصلحة في كده هيبقى الفايكنج النرويجي هالاند. بصراحة متهم جديد ما جاش على بالي، ومن مصلحته أكيد إنه يوقفه علشان خاطر الأرقام القياسية اللي عايز يكسرها. كلامك حلو جدا وسليم. طب انت عارف ان هو بقاله سنتين ما حلقش شعره؟ واللي يعمل حاجة زي كده يبقى مش باقي على اي حاجة، وممكن يعمل اي حاجة. ميرسي بوكو امبابي، التحقيق معاك فادني كتير جدا. نجم نجوم الإنجليز، المهاجم الجامد اللذيذ، قول لي كده يا كابتن، تقدر تعرف مين هو اللي سرق جزمة ميسي ونقدر نتهمه؟ اقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي يتهمني اتهام زي ده، يقعد له في صحته وعافيته ان شاء الله. انت متأكد انك هاري كين ولا احنا جيت عنوان غلط؟ انت انجليزي؟ of course yes. طبعا انجليزي انجليزي. oh my god, I am Harry Kane from England. لا بصراحة اقنعتني يا كابتن. طيب كنت فين النهاردة الصبح وقت السرقة؟ كنت بزور عمتي، انتهزت فرصة اني في USA وقلت ازور عمتي my aunt يعني. وما تعرفش مين في مصلحته ان يكون سرق الجزمة دي؟ ما فيش غيره، هو الغريم الدائم والاول والاخير لميسي. قصدك كريستيانو صح كده؟ انا فكرت فيه طبعا، بس انا قلت انه خلاص سنه كبر وما عندوش بقى وقت للكلام ده. of course not، مش رونالدو، I mean راموس، لأنه عاوز يفضل الأيقونة الخالدة للأرجنتين. ثانكس جاد إنه أرجنتيني. مساء الفل والجمال عليك يا عم كين، انا رايح اكمل التحيات وانت اصحى بقى علشان بيكهام جاب لكم موز.
كابتن كباتن مصر، ايه رأيك في موضوع سرقة جزمة ميسي؟ أكيد مش أنا فعلي مكفين. الله يبارك لك يا عم منير، سيبني في حالي. هل شاكك في حد بعينه طيب يا نجم وتقدر تدلني عليه؟ أنا لقيت في غرفتي نفس كارت مطعم كاميرا واو، وما فهمتش بتاع إيه. واضح إن في حد عايز يلبسني أكتر ما أنا كده لابس. شكرا ليك يا كابتن، أنا كده تقريبا عرفت مين هو. أسطورة الأساطير، اسمح لي أقول لك إن أنا لحد دلوقتي ما قدرتش أحل اللغز، وهستنى لبعد المباراة اللي هتجمعنا بيكم علشان نشوف إيه اللي هيحصل، ووقتها أقدر أقول لك مين هو اللي سرق جزمتك وإنت طالع على المطار.